بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا حبايب، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير وبأفضل حال. طبعا اليوم نزلت لكم فيديو حسب طلبكم. سألتوا دائما على المكان اللي يبيعون بيه الدانتيلات والزيها مال الخياطة. فهنا هذا بالنجف، هذا بالولاية قريب الإمام علي عليه السلام. بس هو شوية يعني هذا الدربونة أو هاي القيصرية تكون يعني مخفية عن العين، يعني مو يعني بالشوارع المقابل الإمام. تكون يعني من الفرع الدخلولة. أول ما توصلون يعني يم الإمام من جهة شارع الصادق، يعني توصلون قريب التفتيش، تسألون فهم راح يدلوكم المكان اللي يبيعون بيه هاي الدانتيلات والزيهات. هذا المكان يكون يعني داخل فرع ضيق. شفتوا مثل ما دخلنا وصورت لكم هم الشارع. خاف تتيهون. يكون بالركن مالته واحد يبيع شاي، والركن الثاني يبيعون هاي أشياء مال مطبخ منزلية، هماته بالركن يبيع. فخاف يعني إذا تتيهون. وشوية عن أبو كعك. فهاي وصفت لكم أكثر شي حتى توصلوا له. طبعا الخياطات اللي يسألون شي أكيد مبتدئات، لأن ما يعرفون هذا المكان بالنجف. لأن الخياطات يعني القديمات شي أكيد يندلونه، وهم دائما ياخذون من عنده. هاي ما شاء الله الدانتيلات هسه نازلة كله يعني للأسود، والأسود يكون يعني أغلى من الألوان. دائما يكون حتى الأقمشة تكون يعني أغلى من الألوان. صورت لكم جولة بهاي الدانتيلات كلها. هسه الدارج هسه هذا اللي مثل الجيلاتين أكثر شي، بس أنا يعني أشوفه هو شكله حلو بس مو عملي. حتى يعني إحنا نخيطه، يعني ورا ما نحطه باللاصق نخيطه، بس هم أشوفه يعني مو كلش حلو، ويكون بس الشكل مالته يعني أثناء الغسل يتهالك، مو مثل الدانتيل الأقماش. وصورت لكم هذه الجولة، هم إن شاء الله ترحون وتشوفون. أخذت يعني الأشياء اللي محتاجتها، وحتى عندهم مال حياكة وهاي الخرز والدانتيلات، يعني الأشياء اللي يسووها أعمال يدوية هماتها متوفرة عندهم. وطبعا يعني الأسعار يعني متفاوتة ما بين محل ومحل، يعني كل واحد يبيع باللي يناسبه. هاي شوفوا حتى خرز عندهم، وهاي الصدورة، والهسه هذا الدارج مال الريش هماتين نازل عندهم. وهنا أنا هسه جيت راح أسوي وياكم الغدا. مثل ما شفتوا أنا نقعت الطرشالة، أغسلها غسل زين أول شي، وبعدين أنقعها. دائما يكون بيها رمل، يعني مثل ما تعرفون يجففوها هم، فدائما يعني لازم تغسلوها وتنقعوها زين. يطلع رمل يصير يعني يترسب بآخر الماعون اللي تغسلون بيه. هسه أنا راح أغسلها غسل زين وأنقعها. هسه أنا راح أسويها على الدجاج. تردون على اللحم طعمها كلش طيب. أنا دائما أسويها على الدجاج، هم سريعة، الدجاج يستوي على السريع، وهماتها يعني طعمها طيب وأحبها. هنا طبعا عندي هذا دبس الرمان، عندي دبس العادي، دبس التمر، هنا المعجون وبصل والدجاج وطرشالة نقعتها. دائما يعني جيبوا وياها اللي هاي تكون الآلوشة، اللي هاي الزغار اللي تكون يعني تعطي طعم حامض، فيصير طعمها كلش طيب. وتخلون وياها الدبس فيتعادل يعني الطعم حلو وحامض. وآخر شي هم نضيف مكسرات إذا عندكم، يعني جوز أو لوز، هم يعطيها طعم كلش طيب، وهم تكون يعني غنية بالفيتامينات. هسه هنا أنا أول شي حمست البصل، ووراها حمست الدجاج، وبعدين أخلي عليها الطرشالة وأنزل المعجون أحمسه. طبعا الفيديو أنا أسرعه حتى ما يصير طويل عليكم. حمست المواد كل زين. وهنا آخر شي أضيف دبس التمر ودبس الرمان. شوفوا حمسته حمس زين وخليته شوية ينشف، وبعدين آخر شي ضفت الماي. أخليها أول شي تفور على نار العالية، وبعدين أنصيها، وأضيف آخر شي الملح. وبعدها إذا عندي مكسرات أحمسها على الطاوة وحدها شوية تتحمر، وأضيفها على الطرشالة.
وهسه هنا طبعا خليت القدر على النار، وبعدين رجعت هنا طلعت عندي 8 عنبر همات هنا راح ألقطه، وبعدها راح أنقعه وأسويه كبس. دائما أحب أسوي 8 العنبر كبس. وكان هذا الشكل الغدا مالتنا. سهمكم وسهمنا ألف عافية إن شاء الله. شوفوا الحكاكة مالت التمن، وهنا هاي شكل المرقة، لا ثخينة ولا خفيفة، بهذا الشكل. دائما نحب نسويها والحمد لله والشكر، بالبيت يعني كلها تحبها. وإن شاء الله سهمكم ألف عافية. جربوا هاي الطريقة وشوفوا الطعم مالتها كلش طيب يصير، مثل مالت العزايم اللي سواه يعني بالأعراس أو بالفواتح لا سمح الله. الله يبعد عنكم الأحزان. وهاي الخضرة. وهسه هنا طبعا راح أسوي وياكم حلاوة الشوكولاتية. دائما تطلبوها من عندي، وهمات من يعني أنزل فيديو مال حلاوة الشوكولاتية يصعد، لأن تحبونها. هسه هنا أنا عندي طبعا المقادير. عندي القهوة، هذا الشكل مالتها، هي طبعا أنواع بس هاي الشكل أو هاي النوعية كلش حلو، سريعة الذوبان وهمات الطعم مالتها طيب. هاي سعرها ب1000 دينار، مرات يبيعوها ب1500 بعد حسب المكان اللي قاعدين بيه. هسه هنا راح أخلي 3 ملاعق من القهوة، ومثل ما شفتوا هذا القلاص الأول شي طلعته، أو الكوب خليت من عنده 2. هنا عندي هاي نسكافيه. هاي نسكافيه اختيارية، مرات إذا ما عندي أكثر القهوة، يعني أخلي بعد خاشوقة. وهنا أنا طبعا الحليب، دائما الحليب اختاروا النوعية الزينة، يعني مرات أجيب يعني نوعية تطلع مو زينة تتكتل القهوة، تصير يعني مثل مفصصة من تخلوها على النار. فهاي النوعية طبعا جبتها كلش طيبة وهماتها ما تتكتل. هذا الكيلو مالته ب7000. هنا أنا خليت الشوكليت، هاي هم نوعية كلش حلوة مال الشوكليت، أو بعد الشوكليت الكويتي هم طعمه كلش طيب. هنا خليت شوكليتين أو 3، وضفت خاشوقتين شكر لأن أنا مكثرة من القهوة. إذا تحبوها يعني بس على حالات الشوكليت هم طعمها يكون كلش طيب. هسه هنا راح أحركها على البارد، وبعدها راح أضيفها على النار. أخليها أول شي تغلي، وأظل يعني واقفة يمها، لأن إذا غلت راح تتصاعد وتتبدى، يعني أظل أحرك بيها. أنا مرات أخلي لها نشا نص خاشوقة وهم أحركها على البارد، ومرات لا ما أخلي لها، من أكثر المواد هي تصير ثخينة. هسه هنا أنا ما خليت نشا. وبعدها من تفور أنص النار، وتقريبا 5 دقايق إلى 10 دقايق أخليها تتهدر. وإذا تحبون تضيفون هيل هم تصير طعمها كلش طيب. هم إن شاء الله نسويها بمحرم للتوزيعات، وهم أشاركها وياكم إن شاء الله. الأيام الجاية أشارك وياكم التوزيعات إن شاء الله. إذا قرينا قراية هماتي أشاركها وياكم. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو، مع ألف ألف سلامة.